هل لاحظت يوما أن العملات الورقية عندما تنسى في جيب البنطال وتدخل الغسالة تخرج نظيفة وسليمة تماما ولا تتحول إلى عجين مثل المناديل؟ السر يكمن في معلومة بسيطة جدا نغفل عنها دائما، وهي أننا نسميها ورقا بحكم العادة فقط، لكنها علميا ليست ورقا على الإطلاق. الورق العادي يصنع من ألياف الخشب، ولهذا يذوب ويتمزق فور ملامسته للماء، بينما الدولار واليورو وأغلب العملات العالمية القوية هي في الواقع نسيج قماشي دقيق يتكون من خليط 75% قطن 25% كتان. نعم، المال الذي نستخدمه يوميا هو أقرب للملابس التي نرتديها منه للكراسات التي نكتب عليها، وهذا هو السبب الحقيقي الذي يعطي العملات ذلك الملمس الخشن المميز والصوت المقرمش عند عدها، وهو أمر مستحيل تقليده باستخدام الورق العادي، مما يجعل تزييفها صعبا جدا ويضمن لها عمرا طويلا لتتحمل التداول بين آلاف الأيدي والجيوب والغسالات دون أن تتلف.